بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله وصفتنا غتكون عبارة على واحد البسبوسات، يعني شي حاجة اللي هي جديدة ورائعة ومكونات اللي هي بسيطة، فكنتمنى إن شاء الله تجربوا وتنال إعجابكم. إلا عجبتكم أخواتي ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم من جديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه لهاد البسبوسه هذا غنحتاجو على بركه الله. قبل ما نبدا، الكاس اللي غادي نعبر به يكون كاس كبير ديال الماء اللي كيوزن 250 مليلتر، يعني هذاك الكاس هو اللي غادي تاخذوه وغادي تعبروا به. غادي نعبروا به كاس كبير ديال السميده، 3 الحبات ديال البيض، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال اللوز مطحون، نص كاس ديال الزيت النباتيه، ثلث كاس ديال الدقيق، واحد الياغورت طبيعي، 2 خمارات من فئة 7 غرام ما يعادل 14 غرام، كيس من السكر فاني، قشرة نص حامضة، وقبصة ديال الملح. هادو هما المكونات. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. بالنسبة لهنايا غادي نحاول نخلطو اما بواحد الفوي غير هكا يدوي، ولا بالفوي ولا هذا الطراب الكتريك. غادي نخلطو هادوك 3 الحبات ديال البيض مع السكر سنيده ومع الفاني. بسم الله. هنا من بعد ما خلطنا السكر مع البيض غادي نضيفو الزيت. بسم الله. نضيفو الياغورت. عندي علبه ديال الياغورت من فئه 120 غرام ديال اللي يمكن لكم تعملوا اما الياغورت ولا الرايب ولا اللبن. بالنسبه للبن والرايب ديروا نص كاس، يعني هذاك الكاس ديال 250 مليلتر حاولوا يكونوا نصو رايب ولا لبن على حسب الاختيار ديالكم. هنا غادي نضيفو النواشف اللي عندنا. اللوز بطبيعه الحال لانه عاده هاد البسبوسه هادي راها كتمشي مع البيستاش، وانما انايا ما عنديش البيستاش، درت بلاصتها اللوز. طبعا البيستاش كتجي زوينه، ولا بعض المرات كنلقاو ديك لاباط ديال البيستاش راه كتباع عند الحلويات، ديروا معلقه كبيره حتى هي كتجي ملذه بواحد الشكل عجيب. كاين ديروا واحد القطعه ديال الروح ديال البيستاش وديروا معلقه كبيره ديال لاباط ديال البيستاش، راه كتباع عند صحاب الحلويات حتى هي كتجي في البسبوسه زوينه. من بعد ما ضفنا اللوز غادي نضيفو داك 3 كوب ديال الدقيق ونضيفو السميده. انا هنا استعملت السميده الرقيقه، يمكن لكم تستعملوا السميده المتوسطه ماشي مشكل. نضيفو السميده. قلنا كاس، انا كاس ما تنعمروش، هذاك الكاس الكبير كندير قل شويه، قل واحد ما يكونش عامر كالفم. غادي نضيفو الخميره. هنا قلنا 2 اكياس ديال الخميره، يعني 14 غرام ديال الخميره الحلويات. وغادي نضيفو قشره ديال الحامضه. يسمحوا لي الاخوات شويه ضربني البرد راه صوتي مبحوح. غادي نحاول نخلطو. غادي تجي شويه هاد البسبوسه كما كتلاحظوا البسبوسه ماشي بحال الكيك، يعني كتكون شويه جاريه على الكيك. شتي كيفاش القوام ديالها. يمكن لكم ديروها اما بسبوسه فرديه، يعني اما على شكل بسبوسه صغار فرديين، ولا ديروها وحده كبيره. انا غادي نستعمل هاد القوالب اللي كتكون هكا صغيره فرديه. نتوما يمكن لكم يعني الاخوات اللي ما عندهمش هاد القوالب الفرديه يمكن لهم يديروهم في هذا، اما يديروهم في هذوك المول ديال لي كاب كيك، ولا ديروهم يعني في ديروها كبيره ماشي مشكل، يعني ماشي مشكل، ماشي ضروري ديروا هاد القوالب هكا صغار فرديين. هنا من بعد ما يعني ملأنا الاكواب ديالنا غادي ندخلوهم هذا الفران. كيطيبوا طيب عادي، يعني بحالهم بحال الكيك، يعني كنشعلوا عليهم من التحت على 170 ولا 160 درجه وتنخليهم تاكلوا يطيبوا. من بعد صافي تنخرجوهم، ما غاديش ياخذ معكم بزاف ديال الوقت، يعني واحد 20 دقيقه الماكسيموم غير كيطيبوا. ونتلاقاو ان شاء الله باش نسقيوهم ونزينوهم ونقدموهم بصحه وراحه. البسبوسه ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما خرجتها من الفران، يعني كتاخذ معكم واحد 20 حتى 30 دقيقه. كنخرجوها من الفران تنكونوا موجدين واحد السيرو. هذاك السيرو غادي يكون فيه واحد الكاس ديال 2 كيسان ديال السكر سنيده ولا السكر خشن، وكاس ديال الماء ونص حامضه. تنحاولوا نديرهم على النار حتى وكنتيغليهم مده 10 دقائق، وتنزولوهم وتنسقيو بهم البسبوسه. الا كانت بارده تنسقيوها بالسيرو سخون، والعكس الا كانت البسبوسه سخونه تنسقيوها بالسيرو بارد. تنسقيوها مزيان وتنزينوها، كنخليوها حتى كتبرد وكنزينوها حسب الرغبه. انا كيف ما كتلاحظوا زينتها بشويه ديال لا كريم شونتيي، شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق،
هاد البسبوسه، هاد النوع هذا قد ما بات قد ما ارتاح الغد ليه تيجي رائع بزاف. يعني السيده قد ما ارتاح قد ما خلاتها ترتاح. انا مثلا الا عندها شي عراضه ولا شي حاجه تصايبها في الليل تقادها والغد ليه يعني قد ما باتت قد ما كتجي زوينه وكتجي رائعه جدا. حتى في المذاق ديالها شي حاجه اللي هي روعه. انا قلت لكم يمكن تعوضوا باللوز اما بالبيستاش ولا بلاباط ديال البيستاش اللي كتباع حتى هي كتجي فيها زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. انا حاولت نقسم معكم واحد الحبه واخا فيها لا كريم شونتيون مسله، ولكن دابا وليت كنسمع بزاف راه ما قسمتيش الوغ انايا حاولت نقسمها. شفتوا كي كتجي من الداخل تتجي معلكه بداك السيرو ورائعه جدا بداك اللوز. يعني شي حاجه اللي هي فنه، وان شاء الله السيدات غادي يجربوها وتعجبهم. واحد الملاحظه، الا كنتو غادي ديروها في هذه القوالب الفرديه حتى كتقلبوها عاد تسقيوها، قلبوها عاد تسقيوها. اما الا كنتو غادي ديروها في واحد المول اللي هو كبير خليوها في داك المول وسقيوها مزيان وخليوها تبات ليله كامله، ولا يعني ترتاح ساعه ساعتين قد ما ارتاحت قد ما تجي مزيانه. عاد قطعوها وزينوها حسب الرغبه وقدموها بالصحه والراحه.